سلام. اليوم غادي نهضروا على الطفل الايمن اللي دار واحد الضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي، لا من انستغرام ولا من تيك توك، واستضفوه بزاف ديال المنابر الاعلاميه وبزاف ديال القنوات. وغادي نكتشفوا جميع هاد الاقاويل اللي كتروج دابا، واش بصح الطفل الايمن نصاب ووالديه كذلك، واش هو عنده توقف في النمو. هادشي كامل غادي نشوفوه في هاد الحلقه. ولكن قبل ما تدوز معايا الحلقه ما تنساش عافاك دير لي لايك وسبسكرايب للقناه ديالي. فيلا نمشيو. ما يمكنش اصغر طفل في المغرب اللي اثر على بزاف ديال المغاربه بالفيديوهات ديالو تكتشف انه اكبر نصاب في المغرب. هذا الطفل اللي كان دار فيديو وكيقول والديه مرض وكيهضر بواحد الطريقه اللي استغرب ليها العالم، كيفاش كيهضر بطريقه ديال واحد اجي، صدق انه ما مريضين والديه ما والو، بالعكس عنده مشكل ديال توقف. ولكن قبل ما نبداو انا بغيت غير نقول لكم انني ما جايش مع الطفل الايمن ولا جايه ضده، انا غير غادي نقول داك الشيء اللي شفتوه واللي سمعتوه، غنحللوا هذا الشيء مع بعضياتنا. فالطفل الايمن خرج في واحد القنوات وفي واحد المنابر اعلاميه كيقول بلي ان الام ديالو مريضه وخصها تعالج، خصها عمليه جراحيه. هنا قامت واحد الجمعيه ولا كيقولوا محسنين الله يجازيهم بالخير انهم يديروا العمليه للام ديالو، وجابوا لهم لامبولانس حتى للدار. ولكن الصدمه ان العائله رفضات انها تمشي تداوى، وقلت لهم صافي الا كان ممكن تعطيونا غير ديك الفلوس، حنا بديك الفلوس غنمشيو نتداواو لراسنا. هنايا الشكوك بدات كتراود المغاربه وبدات كتراود حتى الناس اللي بغاو يتعاونوا معاهم، وقالوا كيفاش زعما هما مرادين، ام مريضه، الاب مريض، الاخ مريض، وباغيين يتداواو وباغيين يمشيو للطبيب، وفاش جينا نساعدوهم ما بغاوش هاد المساعده وبغاو الفلوس وهما بغاو يداواو لراسهم. اكيد هنا غادي تراودهم بزاف ديال الاسئله وغادي يقولوا علاش بغاو الفلوس وما بغاوش المساعده بحد ذاتها. مشينا انا والحاج لمدينه تماره، والحاج كيظن انه زعما الا قال لهم غادي نجيبوا الاسعاف ونمشيو لمصحه خاصه ونعيط للدكتور مباشره. يعني اي واحد فينا كمغربي، يعني شي واحد مريض غتقول لي يلاه العلاج غيقول لك يلاه. فالحاج وانا كنتصدموا بان الام كترفض باش انها تمشي تعالج، ما بغاش تمشي تعالج، قالت لك لا ما نقدرش نمشي. علاش؟ لانني انا ما واجداش. حنا دابا غادي ندوزو للطفل الايمن. فاش بدا كيظهر الطفل الايمن بداو بزاف ديال الناس كيتشكوا فيه، كيقولوا يعني هاد الطفل هذا مازال صغير، كيقول عنده 8 سنين وكيهضر بهاد الطريقه هادي وبهاد لا فاصون هادي، يعني ما يمكنش طفل صغير يكون كيهضر بهاد الطريقه هادي. فراودات بزاف ديال الشكوك، والصراحه حتى انا واخا انني ما تفرجتش في الفيديو ديالو وما بغيتش الصراحه نتفرج فيه، حيت انا ما كيعجبنيش ان الطفل يكون كبر من السن ديالو، كيعجبني ان الطفل يكون عايش البراءه ديالو. فدخلت لمواقع التواصل الاجتماعي وبديت كنقرا لي كومونتير ديال الناس. فاغلبيه الناس الا بغينا نقولوا 80% ديال الناس يقولوا حنا مرتاحيناش لهذا الطفل هذا، يعني هاد الهضره ديالو مرتاحيناش ليها. وبالفعل كان ديك الشيء في الصواب. انا ما نقدرش نجزم حيت هادشي مازال ما تاكدوش منه، ولكن الاغلبيه قالوا بلي ان الطفل اي فاش حصل قال لهم انا حقا عندي توقف في النمو وبغيتكم تساعدوني وبغيت نجمع الفلوس باش انني نعاون راسي ونعاون والديا ونداوي حتى راسي. فكما كنعرفوا كاملين ان المغاربه اهل الخير والجود والكرم والقلب الكبير، فبسرعه كينسامحوا وكيساعدوا على قدر المستطاع. السلام عليكم يا الاخوان. بعد مازن، بعد الاخ حمزة، بعد الأخ إسماعيل إن شاء الله وفيا الله يخلف، إن شاء الله وفيا الخوت الله يخلف عليهم. فالمشكل اللي كاين دابا ان بزاف ديال الناس ما غاديش يبقاو يثيقوا باش انهم يبقاو يعطيو صدقه ولا يتعاونوا مع الناس اللي ما عندهمش. وفي هذه الحاله هذه خصهم حتى يتاكدوا من صحه ديك الخبر ويشوفوا الاوراق اللي كتثبت ان ديك السيد مريض ولا ما فحالوش ولا عنده مشكل. دابا هذه اخبار كتداول عبر صفحات الفيسبوك والتيك توك والانستغرام، ومازال ما تاكدوش من صحه هذا الخبر هذا، واش بصح ان الطفل الايمن كينصب ولا لا، والعائله ديالو باغا غير الفلوس وما باغاش تداوى وديك المرض ديالهم اصلا غير كذوب. المهم انا ما مع الطفل الايمن ولا ضد.
فمن هنا حتى نتعرفوا على الحقيقه ديال الطفل ايمن. خليكم على بعض الفيديوهات ديالو كيدير بعض البرانكات في تيك توك. فنتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. ما تبخلوش عليا بلي جيم ديالكم وبسبسكرايب للقناه ديالي. السلام عليكم، باي باي. راه ما يمكنش اصغر طفل في المغرب اللي اثر على بزاف ديال المغاربه بالفيديوهات ديالو تكتشف انه اكبر نصاب في المغرب. هذا الطفل اللي كان دار فيديو وكيقول والديه مرض وكيهضر بواحد الطريقه اللي استغرب ليها العالم، كيفاش كيهضر بطريقه ديال واحد اجي، صدق انه ما مريضين والديه ما والو، بالعكس عنده مشكل ديال توقف النمو. وملي عاقوا به خرج وقال لهم حقا عاونوني راه عندي مشكل توقف النمو. ها فين كنقول لكم ما تبقاوش تخدموا العاطفه، ها فين كنهضر لكم على انكم خصكم دائما تفكروا مزيان قبل ما تعاطفوا مع شي واحد، لنتخذ العبره مره اخرى ان بزاف ديال الناس كيستعطفوا الشعب المغربي باش يقضيو غرضهم وباش ينصبوا على الناس ذوي العقول الضعيفه اللي كتخدم العاطفه. السلام عليكم. ايمن معصب خويا انا باغي نمشي عند راسي السوق انا كنت باغي شي واحد هو معاك برقل اللي ما تخالفش معايا حتى نوليو نديرو شي حاجه الاواخر دابا ما خلات واخر صبر ديالي ما فاش تقاسم تتسمى خازه. يلا سير اكسو. ايمن سولاتك واحد البنت قالت لك فاش كتقرا شحال عندك من عام؟ خوتي فاش تنقرا في الاول وعندي 8 سنين ودير انا راه ناضي في القرايه. كاين ماشي ايمن دابا الناس بغاو يعرفوا علاش انت كتضحك بزاف وهادشي خاصهم يعرفوا. خوتي انا تنضحككم وما نعاود لكم هادشي اللي عندي كاسس الفيديو ازاي وانتم باصروا فيه. ايمن عطي الوريضه الناس اللي كيبغيوك. الله يبارك لكم كاملين قريب ما يخلي لهم المهم هاد الناس. اليوم عيد الحب هاكا الورد ديال لمن الدي ديال الوليده ياك. انا تزليلي باب اللي جبتي لي الورده نخيطها لك صابر. الله يحفظك خير. خاصر هادي لا مزيانه صاي. احتسبتها بتقوم بسوي من هنايا. ايمن ما وجدتيش لي الجلابه اليوم عيد الحب بغيت نديها للوالده. وكيفاش الزلابه مالكش تغوج واخويا صايب لنا الجلابه مزيانه. وانا ضروري نصايبها لك هاي تصايبها. ايمن يلا نمشي نديرو فيديو. ندوز بعد كاين